يا مساء الفل وصباح الأرباح. النهاردة عندنا الحلقة الخامسة من سلسلتنا التعليمية عن أسواق المال، والحلقة دي حلقة تقيلة، موضوع مهم لأي حد نفسه يستثمر. حتى لو معاك 1000 جنيه انت ممكن تبقى شاطر جدا في اختيار الأسهم، ممكن تبقى فاهم السوق جامد جدا، ممكن تبقى متابع الأخبار، ممكن تبقى بتحلل فني ومالي، لكن لو ما عندكش محفظة استثمارية موزونة صح ونظام لإدارة المخاطر، صدقني اول هزة في السوق هتطير لك نص فلوسك، رعشة كمان هتتبخر كلها. فالنهاردة احنا هنتكلم عن تكوين المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر بطريقة سهلة جدا وبأمثلة رقمية بسيطة، وكله مع اقتصاد على الريحة. بص يا صاحبي، المحفظة الاستثمارية دي هي الطريقة اللي هتوزع بيها فلوسك، ولازم توزعها على أكتر من حاجة. اوعى تحط فلوسك في حتة واحدة، ما تحطش البيض في سلة واحدة. بمعنى السوق ما تحطش كل فلوسك في طريقة استثمار أو في نوع استثمار واحد. طب ايه الأصول اللي ممكن تستثمر فيها؟ عندك الأسهم، عندك أدوات الدخل الثابت، وشرحنا يعني ايه دخل ثابت في الحلقة اللي فاتت بتاع الصناديق، ويعني ايه حفظنا يعني ايه دخل ثابت. عندك السلع زي الذهب والفضة، عندك العقارات. سواء بقى هتحط الكلام ده في صناديق استثمار او هتستثمر مباشر، الله 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 الله، دخلنا تاني في الكلام المجعلص. هبسطها لك زي ما بنعمل صناديق الاستثمار، واتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت وفهمت وتشتري الوثائق، وعرفنا ان صناديق استثمار في دخل ثابت، في صناديق استثمار في الاسهم، وفي صناديق استثمار متوازنة. خد بقى في صناديق استثمار كمان في الذهب والفضة والسلع، في صناديق استثمار في العقار. يعني ايه صناديق استثمار في العقار؟ وركز في الحتة دي قوي. ليه بقى؟ صناديق استثمار في العقار دي مش بتروح تشتري اسهم في شركات العقار في البورصة، ما انت كده بتضحك على روحك. انت رايح تحط الفلوس في البورصة في اسهم بتاعت شركات عقار وتقول لي انا مستثمر في العقار. لا يا بابا، انت مستثمر في اسهم في البورصة. يعني ايه بقى طيب اسهم عقار دي؟ في صناديق في مصر بتعمل ايه؟ بتروح تشتري هي العقار. يعني هو النهاردة بيعمل لك الصندوق ده زي ما اتفقنا، جمع الفلوس من الناس، بيروح يشتري بيها عقارات حقيقية. عقار كده عبارة عن حيطان طوب واسمنت وسقف خرسانة وارضية ومباني، عقار بجد، حاجة على ابوه كده اصلي. اشتري شقة، فيلا، محلات، عقارات اصلي. يعمل ايه بقى؟ هو بيعمل كده حاجة اسمها محفظة عقارية. انت عندك اسهم فيها، ما انت مش حاطط فلوس، فانت عندك 2 سنتي في الشقة دي، وعندك ربع متر في المحل ده، وعندك حتة قد كده اهو تجيب لها 10 سنتي في فيلا كده. يعني ايه؟ انت فلوسك كده متوزعة في كذا اصل عقاري، ودي حاجة حلوة. ليه بقى؟ عقار ما تباعش، واحد تاني هيجيب، ده متأجر هيجيب لك فلوس. ليه؟ ما هو مش بيركنه عشان يبيعوا ويسقعوا، لا، ده بيأجر محلات وبيأجر فلل وبعدين بيبيع تاني بعائد استثمار. وناس بقى المفروض انها دارسة وفاهمة. ارجع بس لحلقة الصناديق هتلاقي الكلام ده كله مشروح وزي الفل، وهتركز معاه وهتفهم. الحلقة اللي فاتت على طول، مش هنوديك مشوار بعيد، ده هو اوبر ب10 جنيه هيوديك عند الحلقة، ما تطولش يعني، وارجع تعالى كمل تاني. ففي الحالة دي انت بتوزع بقى، يا اما تستثمر، انت ما شاء الله ربنا فاتحها عليك ومعاك محفظة كبيرة، هتشتري انت اسهم وهتشتري انت عقار وهتشتري ذهب. طب يا عم انا هعمل الكلام ده ازاي؟ اتقل عليا تاخد حاجة حلوة زي الفل، هقول لك تقسم فلوسك ازاي، بس كله بايه؟ بالصبر. تمام، اتقل على الرز. طب ليه بنوزع بقى؟ اهم حاجة في سبب التوزيع هو تقليل المخاطر. ليه بقى؟ كل اصل بيتحرك بطريقة مختلفة. ما هو مش هتلاقي الذهب نازل والبورصة نازلة وادوات الدخل الثابت، ما دي ما ينفعش تنزل. هتنزلها انت ازاي؟ هي دخل ثابت بتجيب لك فلوس على طول، لو عرفت تنزلها تبقى انت راجل جبار بصراحة. وهتلاقي العقار مش بيمشي معاهم، فانت عندك بقى ايه؟ كل حاجة في حتة، حاجة نزلت، حاجة تشيل، حاجة طلعت شايلة غيرها. والله كله طلع، ربنا يرزق يا عم، كله ينزل مش هينفع. فعلى الأقل ضامن أن أنت بتتحكم في مخاطرك، ودي أهم حاجة، التحكم في المخاطر. احنا بنخش أسواق المال عشان ما نخسرش وربنا يكرمنا ونكسب، لكن أول هدف من الدخول في أسواق المال هو التحكم في المخاطر. واحد يرجع يقول لي طب يا حاج جابر دلوقتي
انا داخل اسواق المال ليه؟ عشان لما ما اخسرش. يا عم انا هاخد فلوسي واحطها في البنك، ما انا كده كده مش هخسر. انت بتوجع لنا دماغنا وعرفنا ليه. اقول لك انا بقى، في البنك انت كده داخل على الدخل الثابت، مخاطرك صفر. قلنا قبل كده اسمها ريسك فري انفستمنت، الاستثمار الخالي من المخاطر، صح؟ تمام. لو ناسي مش مشكلتي، ما شفتش ارجع بص. اتفقنا وعرفنا دلوقتي الاستثمار الخالي من المخاطر. طيب انت راضي بقى ان انت تاخد الفايده بتاع البنك او العائد بتاع البنك وحاطط فلوسك وراجل امان وماشي جنب الحيط، او مش ماشي جنب الحيط، انت بنيت الحيط ومشيت جواه، تمام. دي طبيعتك الاستثماريه، لا حدش يقدر يلومك. في ناس قلنا بتحب تتشقلب وتلعب بالنار وهوب ويلا واديني يلا عشان نكسب، ده موضوع تاني. بس حتى هوب الشقلبه دي ليها اصول. ما انت ما تتشقلبش على لوحه خشب مليانه مسامير تشرح لك جسمك. الشقلبه بالاصول. الاصول ايه بقى؟ دي اللي هنقول عليها حالا. احنا هنبتدي يا عم الحاج بابسط مثال ممكن تتخيله. انا عايز دايما ايه؟ ابسطها لك. تخيل معاك 100,000 جنيه عايز تستثمرهم. احنا بناخد ال100,000 جنيه كوحده. افرض معاك 10,000 جنيه، هتقسم اللي هنقوله على 10. معاك مليون جنيه، اضربه في 10. ربنا فاتح عليك ومعاك 10 مليون جنيه، اضربه في 100. فال100,000 دي اعتبرها وحده، تمام؟ طيب انت لو رحت حطيت الفلوس كلها في سهم في البنك والسوق وقع 20%، خسرت كام؟ 20,000 جنيه. 20,000 لحلوح راحوا منك. طيب تعالى بقى نوزعهم وتبص على الجدول اللي هينزل لك ده على ايه؟ التوزيعه الحلوه كده لل100,000 جنيه دول. على فكره مش دي التوزيعه الحلوه، ده احنا لسه هندي توزيعات احلى وتوزيعات اخطر تاتا بس. وقلنا ايه؟ اتقل تاخد حاجه نظيفه. نقول بقى كده في الجدول ده، شايفين الجدول قدامكم؟ لو حد مش شايف خبط لي على الشاشه هبينه له. اول حاجه العائد المتوقع. طيب احنا ونتكلم على المخاطره والمبلغ اللي هنحطه في ايه؟ ما هو شيء طبيعي لازم نبقى عارفين القاعده. الريسك او المخاطر قد الفلوس المتوقعه، والارباح دي يا ارباح يا خسائر. ما دام في مخاطره عاليه يبقى في ارباح ان شاء الله تحصل وتبقى عاليه، لكن في مخاطر ممكن يقابلها خسائر. ما اضحكش عليك، ما تجيش تقول انت قلت لي هتكسب. لا، المخاطره يعني مخاطره، يعني ممكن يحصل خسائر، ربنا ما يجيبها، بس لازم تبقى عامل حسابك عليها. مش قد الشقلبه، خليك في الحاجات ايه؟ الهاديه اللي جنب الحيط والدخل الثابت. تمام؟ نبتدي الجدول بتاعنا. اول حاجه انا يا باشا هاخد 40,000 جندي، يعني 40% من الفلوس اللي معايا، واحطها في مخاطره عاليه في اسهم. طيب افريج الاسهم المفروض تعمل لي كام في السنه؟ 35 40%. واحد يطلع يقول لي بس ده انا التريده اللي فاتت كسبان 100%. ما انت بتلعب بالنار يا حبيبي. انت داخل تخسر، انت داخل تلعب بالنار. التريده دي هتكسب 100%، التريده الجايه هتضيع لك نص فلوسك. اوعى تلعب بالنار، اللي انت بتعمله ده غلط. انت لما تكسب من الاسهم 50-60% اخر السنه انت جامد قوي. اكتر من كده معنى كده ان انت بتشيل مخاطره عاليه جدا. لو ربنا ساترها عليك ما تسوقش فيها واشتغل صح. ماشي، نرجع لموضوعنا ده. ايه كده؟ اول 40% اسهم. تاني حاجه هتحطها في الدخل الثابت. حافظين يعني ايه دخل ثابت بقى؟ مش هنقعد نقوله كل شويه. الدخل الثابت ده سواء هو صندوق، سواء انت رحت اشتريت اذون خزانه، سواء عملت ودائع في البنك مع نفسك او شهادات، المهم ايه؟ هناخد 20 باكو اللي هو 20% نحطها في مخاطر منخفضه اللي هي تكاد تكون ايه؟ صفر. تكاد تكون، انا دايما بقول ايه؟ تكاد تكون، مفيش حاجه صفر في الدنيا. منخفض اللي هو 20%، 20,000 جنيه دول في مصر هنا يعملوا لك 15-20%. اتكلمنا في حلقه السنه دي وقلنا الكلام ده بيختلف من دوله لدوله. انت في مصر بيعمل لك من 15-20% عشان التضخم عندنا عالي، غير ان التضخم عالي ده بيخلي فوائد البنوك عاليه. لكن غير مثلا في الخليج، في امريكا هتلاقي الدخل الثابت بيعمل لك كام؟ 3-4، الجامد 5، وده ايه؟ اخره. تمام؟ طيب هتاخد 20,000 كمان اللي هم 20% تحطهم في ذهب وفضه. لو ليك اكسس على بورصات، اكسس يعني طريقه تداول يعني، او ليك سكه يعني،
راجل سلكاوي وسالك وعارف ومقطع السمكه وديلها وعارف تمشي سكتك بقى وتعرف تستثمر كمان في بترول وقمح وبتاع وداخل في السلع جامد، انت في الاخر هتاخد 20% تحطهم في السلع. دول بيعملوا افريج مثلا ارباح متوقعه المفروض 20-25%، وتحط 20% عقار. سواء انت رحت اشتريت عقار او دخلت في اسهم صندوق محفظة عقارات. ما تقوليش ما انت قلت اسهم، لا يا حبيبي انا بقول لك مش اسهم شركات عقار، اسهم محفظة عقارية بجد. ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش. اسهم يبقى انت حطيتها مع ال40 الاولانية بتاعت المخاطر العالية، يبقى انت كده حطيت ايه 60% في المخاطر العالية. هتيجي يقول لي دي اسهم عقارات، لا، بتحطها في صناديق استثمار بتستثمر في محفظة عقارية زي ما قلنا، طوب ومحارة واسمنت وحيطان وسقف. دي مخاطرها منخفضة الى متوسطة، مخاطر منخفضة ولكن مش منخفضة قوي، فانا اقول ايه منخفضة الى متوسطة، ربع ربع يعني. دي بتكسب برضو مثلا ايه من 15-20%. اكتر حاجة خطر ومعرضة للمخاطر والخسارة ايه؟ الاسهم. ده هي دي بتاعت الشقلابة. لو فرضنا ان السوق نزل 20% زي المحفظة ال100,000 اللي كانت كلها اسهم، يعني خسر هنا من 40% 8,000 بس بدل 20%. هنقول لك الذهب كمان خسر له يا عمي ايه 4.5%، خسر له 900 جنيه. يلا كمان من 20%. ادي خسر في الذهب وخسر في الاسهم. ده راجل يعني داخل من هنا يوقع السوق. كله هيقول لي انا لا، ما اصبر بس ان الله العظيم هتكسبه وهتبقى الدنيا حلوه. مش انت ولا حاجه، ده لو اتصرفت صح هتكسب. انت مشكلتك لما بتحصل خسائر عشان بتتصرف غلط. ما انتش منحوس ولا حاجه وكلنا زي بعض وكلنا جميله، وانا ما بصدقش في الكلام ده. هي القصه كلها تصرف صح هتكسب ان شاء الله وتكسب كويس. عندك بقى دخل ثابت 20% من المحفظه، هيعمل لك مثلا يا سيدي اقل واجب ال 20,000 جنيه دولت، ودخلت في حاجات وحشه خالص عملت لك 800 جنيه، مع ان ال 20,000 جنيه دول المفروض يعملوا لك 1500 جنيه. انا هقول ان هم عملوا لك يا سيدي 800 جنيه، فانت خسرت 8900 وكسبت 800 جنيه من السندات، بقت الخساره 8100. مش احسن من ال 20,000 جنيه؟ يعني انت دلوقتي بقيت خسران 8100، كنت هتخسر 20,000 هناك. واخد بالك ايه؟ انا بكلمك على الخسائر، احنا ما جيناش ناحيه مكاسب. ده انا بقول لك الدنيا اتطربقت على دماغك وعلى دماغنا كلنا، والحرب العالميه الثالثه قامت وكله بيخسر، والدنيا الكره الارضيه ولعت وراحت في 60 داهيه. بدل ما تخسر 20,000 خسرت 8100، تعرف تعوضهم بسهوله. الدنيا لازم تتحكم في مخاطرك، اسواق المال تتحسب كده. اوعى ابدا تفكر انا داخل هبقى مليونير وهكسب 100% والتريده الجايه ب 200% وهوب تيتو انا داخل ب 10,000 جنيه اخر السنه عايزهم مليون جنيه. هتفكر بالمنطق ده اخر السنه مش هتلاقي ال 10,000 جنيه. بالراحه تاتا مع بعضينا نعرف نكسب ازاي. حتى لو استثمرت غلط، حتى لو حطيت فلوسك بشكل غلط، اشتريت في وقت غلط، لو متحكم في مخاطرك هتعرف تعوض الفلوس وتكسب. دي اهم حاجه. بق قهوة ونخش على اللي بعده. احنا شفنا كده المرة اللي فاتت ايه الحاجات اللي ممكن نستثمر فيها، وقلنا الاسهم مخاطر عالية، والدخل الثابت مخاطر منخفضة، والذهب والسلع مخاطر متوسطة، والعقار منخفضة ومتوسطة. انا دلوقتي معايا الفلوس اعمل ايه؟ طيب احنا محتاجين نشرح كل حاجة من دول يعني ايه وبنعملها ازاي، مع ان احنا شرحنا الكلام ده في اول حلقه خالص، قلنا يعني ايه سهم ويعني ايه سند وايه 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 وايه, وإيه. وجينا في حلقه الصناديق شرحنا تاني وقلنا صناديق الاسهم وصناديق الدخل بس برضو ايه هنكر عليهم كره سريعه كده في دقيقتين. الاسهم دي اعلى مخاطر خلقها ربنا، ولكنها على المدى الطويل بتبقى اعلى عائد، وكلكم عارفين طبعا، وكلكم ايه داخلين في البورصه وكله راشق وكله فاهم كويس قوي. اعلى مخاطر واعلى عائد. تتاثر طبعا ايه بنتائج الشركات، وبتتاثر بحاله السوق وبسعر الفايده بص يا باشا، هو لو حد عدى جنبها بتتاثر من الاخر يعني. هي البورصه كده، لو حد ماشي في الشارع اللي ورا عمل بوم كده هتتاثر. فايه لازم ايه
نبقى حذرين منها قوي. اشتريت سهم ب 100 جنيه نزل 10% بقى ب 90. تعالى بقى، طب لو طلع 10% هيبقوا 110، ده لو طلع من ال 100. لكن تعالى احسبها لك بشكل تاني بقى. انت اشتريت سهم ب 100 جنيه نزل 10% بقى ب 90، لو رد 10% بقوا 99، انت لسه خسران. انت لازم يطلع 11.1% عشان تجيب فلوسك. يعني تعويض الخسارة أصعب من الخسارة. تعويض الخسارة أصعب من الخسارة. تعال بقى نكبر الموضوع. أنا اشتريت السهم ب10 جنيه نزل 50% بقى بكام؟ ب50 جنيه. لو طلع 50% أنا معايا 75 جنيه. لا، ده لازم يطلع 100% عشان أعوض فلوسي. يعني انت اما بتخسر نسبة لازم بتعوض نسبة اكبر منها عشان تجيب اصل فلوسك. ناس كتير مش واخدة بالها من القصة دي. عشان كده لازم تتحكم في المخاطر، ما تزودش في الاسهم زيادة عن اللزوم. تعويض الخسارة بيبقى اصعب كتير من لما تكون داخل لسه جديد او لما تكون الخسارة بسيطة. شفنا الخسارة لما كانت 10% عوضتها ب 11%، لكن لما الخسارة توصل 50% انت عايز تعوضها ب 100%. لما تبقى 60% ده انت عايز تعوضها بفوق ال 100% بكتير. فايه؟ بالراحة في المخاطر. تاني حاجة، الدخل الثابت. مخاطرة تكاد تكون مش موجودة. العائد ثابت، عائد معقول. مخاطرة مفيش، بس بحافظ على محفظتي وعلى فلوسي لما يحصل شقلبة في السوق او في الاقتصاد العالمي او تحصل مصيبة، تحصل كارثة. بحافظ على المحفظة، بعوض جزء من خسائري وبحافظ على جزء من فلوسي. ده حاجة مهمة جدا. يعني لو النهاردة حاطط 20,000 جنيه في دخل ثابت ب 18%، انت جاي لك 3600 جنيه كل سنة وانت قاعد على كده ونايم وبتشرب قهوة زي دي، وهضحك عليك واخد بقى قهوة في وسط الحالة. شفت الضحكة دي؟ القهوة دي حاجة ما بتتسابش يا جدعان. بعدين ده احنا قاعدين على قهوة اصلا. يبقى ايه؟ في 3600 جايين لك. يبقى لو السوق اتشقلب وخسرت اهو نوايا تسند يسير، مش لازم امشي مقطع هدوم. تالت حاجة، الذهب. مخاطر متوسطة. الذهب ده بنتكلم على السلع بصفة عامة، يعني ذهب، فضة، بترول، اي سلع. يعني مخاطر متوسطة. ليه؟ السلع حتى لو طولت بيك بناء على ان في تضخم في العالم كله بترجع تجيب نفس الاسعار ولازم تطلع تاني. عكس الاسهم، انت الاسهم ممكن تشتري في شركة، الشركة تفلس ما تشوفش الاسعار دي تاني. في اسهم في البورصة المصرية او في سهم مثلا كان سنة، هقول لكم على واحد معين، سهم مدينة الانتاج الاعلامي كان ب 75 جنيه سنة 2000. سعره النهاردة بيلعب بين ال 35 37 38. يعني سعره النهارده بعد 25 سنه، يعني السهم من سنه 2000 لحد النهارده واخد تأبيده 25 سنه تأبيده. اللي ما حتى فكر يخرج 3/4 المده حسن سير وسلوك، بعد ما خلص تأبيدته بنص سعره سنه 2000. تمام؟ في اسهم تانية في السوق كتير كده على فكره، مش ده لوحده. لو عايزين اطلع لكم امثله في كذا سهم في السوق بالمنظر ده، بس ده كحقيقه ده الزغلول الكبير، ده اقوى مصيبه حصلت في السوق. فممكن تخش في شركه بعد 25 سنه وولادك واحفادك ما يشوفوش الفلوس تاني. وبعدين خد بالك بقى، ده سنه 2000 دي كان الدولار ب 2 جنيه ونص، النهارده الدولار ب 47 جنيه. يعني انت معاك نص فلوسك من بتاعه الدولار ابو 2 جنيه ونص. انت شايف حجم الكارثه؟ يعني حق ربنا انت معاك 5% من فلوسك. يا خرابي بجد، يعني مفيش اسوأ من كده. السلع ليه بنقول متوسطه؟ واحد يقول لي طب ما الذهب قبل كده نزل من 2000 دولار او من 1950 ل 1050. بس بالصبر. ما هو النهارده ب 4000 اهو. بلاش حقك عليا، ب 4100. ها ايه انت كسبان اهو. كل القصه انك صبرت شويه وضاع عليك وقت. ليه؟ لان كل السلع اسعارها بتعلى عالميا، في تضخم عالمي.
بتختلف نسبته بقى، في امريكا 3%، في الخليج 2%، في اوروبا مش عارف كام، عندنا في مصر هنا بيوصل 14 15، وفي فترات كان بيعدي ال 20، في دول بيوصل فيها ل 30 و40. بس في الاخر كل السلع سعرها هيعلى، حتى لو نزلت وهتجيب سعرك وهتعديه، هتبقى ايه؟ خسرت وقت. لكن الاسهم ممكن تحرق فلوسك ما تشوفهاش تاني. والله مش بكره الاسهم ولا حاجه، بس انا دايما بحب اوعيك. فايه اما اسودها لك، انا عارف انك مش تسمع كلامي اصلا، فانا بسودها لك قوي يمكن ايه تشتغل انت في الرمادي. انا خوفك قوي فانت يا دوب ايه تتخض حته صغيره وتمشي على الخضه الصغيره. فايه يبقى كده اتكلمنا على السلع كمان فهمناها. اخر حاجه عندنا بقى العقار، مخاطرته قليله، مع المدى الطويل بيكسب. يمكن مثلا في مصر بنشوف دلوقتي حاله ركود مش كبيره عقاري، في ناس بتتكلم على فقاعه عقاريه ومش عارف ايه وبتاع، ماشي، اخرك برضو هيركن وهتطلع كسبان منه حتى لو طولت شويه. عمرك شفت عقار نزل ما طلعش تاني؟ ما هو زي السلع، ما هو العقار مرتبط في ايه؟ هو سعر ارض وسعر مواد بناء. مواد البناء ما هي سلع، سعرها هيطلع، فالعقار طال الزمن او قصر هتكسب فيه. قلنا الاربع انواع اهو. ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تخسر فيها وما تكسبش تاني؟ هو الاسهم. عشان كده بتصنف دائما اعلى مخاطر، هي تقريبا الحاجه الوحيده من اعلى مخاطر عاليه. اي حاجه تانية منخفضه متوسطه، منخفضه المتوسطه كده، دي مخاطر عاليه. حط تحت عاليه دي 10 خطوط بالاحمر. بقى قهوه بقى عشان قطعت نفسي وارجع لكم تاني. عشان تنوع بجد بقى، ما هو اصل هو ايه، مش يلا ننوع وخلاص، مش هتضحك عليا وانت في الاخر مش هتضحك عليا، انت بتضحكش على نفسك، دي فلوسك يا ابني يا حبيبي، حاسب على فلوسك وخاف عليها، انت شقيان في الفلوس دي. يبقى لازم ننوع صح. مش تقول لي انا وزعت اشتريت ايه، لا اسكت، مش انا اشتريت لك في اسهم البنوك واسهم العقارات، ورحت حاطط بقى شويه في اسهم الاغذيه والمشروبات وشويه في الاسهم بتاعت القطاع الصحي. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على روحك؟ انت حاطط لي المحفظه كلها في اسهم وتقول لي اصل انا وزعتها؟ انت كده ما وزعتش حاجه، انت بتضحك عليا وبتضحك على نفسك. الاسهم تتوزع زي ما قلنا من شويه، جزء في مخاطر عاليه، جزء في مخاطر منخفضه، جزء في مخاطر متوسطه، اللي هو جزء اسهم، جزء دخل ثابت، جزء ذهب وسلع، جزء عقارات. عشان لو الاسهم نزلت والذهب يا سيدي نزل، العقار حتى هيبقى ماسك نفسه شويه والدخل الثابت هيعوضك، تطلع الخساره قريبه. نشوف مثلا مثال تاني. احنا اللي فاتت وقفنا العقار ونزلنا الذهب وطلعنا الدخل الثابت. طب تعالى نعمل لعبه هنا كده. هنا الاسهم مثلا نزلت 25% وانا شاري نفس المحفظه اللي فاتت، شايفها تحتيك اهي قدامك اهي، شايفها ولا مش شايفها؟ لو مش شايفها خبط على الشاشه تاني هجيبها لك. عندك الاسهم 40%، لو خسرت 25% خسرت 10000، ما خسرتش 25000. والدخل الثابت يا سيدي عوضك، ما انت ما قعدتش السنه كلها، قعدت كام شهر؟ 5% ب 1250. والذهب طلع 8% كسب لك 1600 جنيه. اديك كده عوضت كام؟ عوضت 2850 جنيه من خسارتك ال 10000 جنيه، والعقار ما طلعش، يبقى خسرت المحفظه كام؟ 7000 وشويه. مش حاططها لي كلها اسهم تبقى خسران لي 25000 جنيه. ما تهزرش. خاف على فلوسك، خاف على فلوسك، خاف على فلوسك، ولا تطمع. فاكر الحلقه اللي فاتت قلت لك لا تطمع كم مره؟ هقولها لك تاني وتالت وعاشر. آفة اسواق المال وخراب البيوت الطمع. اوعى تطمع، دي بدايه الخساره. دلوقتي بقى هنخش على اهم جزء، اداره المخاطر. الموضوع بقى اللي يميز اي مستثمر راسي وعاقل وفاهم عن اي حد داخل يحرق فلوسه. ايه بقى الموضوع ده؟ ادارة المخاطر. في يا عمي 4 نقط اوعى تطنشهم. اول حاجة،
ايقاف الخسائر، الستوب لوس اللي محدش بيعبره بقرش. ستوب لوس ده لو السهم نزل لرقم يتباع. احدده ازاي؟ لما ناخد تحليل فني هشرح لك بتحدده ازاي، بس بصفة عامة هو بيبقى تحت قاع مثلا سابق او كده، وهبقى اقول لك ليه تحت قاع ويعني ايه قاع والكلام ده كله. احنا قربنا من ان احنا نبتدي في حلقات التحليل الفني، خلاص فاضل حاجات بسيطة ونبتدي نخش ان انت ازاي تاخد قراراتك في السوق في البيع والشراء. بس السهم لما بينزل عند مرحلة معينة لازم يتباع. اوعى ثم اوعى ثم اوعى تقول لي اصل كل ما بينزل بعمل متوسطات. ده اسمه خراب بيوت. انت لما بتعمل متوسطات فلوسك هتخلص والنزول مش هيخلص، وممكن السهم ما يرجعش يجيب سعرك تاني، يبقى انت بتحرق في فلوسك. قانون اللي بتقولوه بتاع انا بعمل متوسطات كل ما ينزل اشتري، ده خراب بيوت. اللي يخسر ببيعه واشوف غيره عوض منه. حدش يقول لي اصل السهم لما يطلع هيعوض، ممكن ما يطلعش. اوعى تقول لي انا بيعه بخساره، والجمله المعتاده بقى اللي بتجيب لي ضغط دم، اصل هو الخساره دلوقتي ورقيه، انا لو بعته الخساره محققه. طيب خليك قاعد جنب الانتاج الاعلامي من سنه 2000 ل 2025، خلصت 25 سنه تأبيده وفلوسك تساوي 5% من قيمتها. استفدت ايه؟ شوف بقى لو انت كنت سنه 2000 ابو 70، انت اشتريته ب 70 جنيه اعلى سعر جاب، وبعته ب 60 جنيه، بعته ب 50 جنيه، بعته ب 35 جنيه، خسران 50% من محفظتك. وخدت يا باشا، يعني انت كان معاك 100,000 اشتريت بيهم اسهم، بعتهم بقى معاك 50,000. خلال ال25 سنة دول كان ممكن تعمل ايه بالفلوس؟ وربنا ده انت لو بعت دورة على الناصية كان زمانك كسبان. والله لو جبت بيه شوالين دورة ووقفت بعت دورة على الناصية كان زمانك عوضت خسارتك وكسبان. لكن انت قاعد لي في السهم وعمال تتفرج عليه، يا رب يطلع. طب نصلي ركعتين لربنا يمكن يطلع. طب يا رب، طب اطلع عمره. مش هيطلع، مش هيطلع. القاعدة الأولى في أسواق المال: أوقف خسائرك سريعا ودع أرباحك تنمو. اللي بيحصل بقى السهم طلع 10%، رزقت بيع. السهم ده خسران، حط فيه فلوس واعمل متوسط لحد الفلوس ما تتحرق. انتوا بتشتغلوا عكس اي قواعد لإدارة المخاطر. احنا بالظبط بنشوف الصح فين وبنعمل عكسه. امشي شرق، لا انا همشي غرب. دي كارثة. وايقاف الخسائر على فكرة مش في الاسهم بس، ده في حياتك كلها. اي حاجة تعملها وتطلع غلط اوقف خسارة. فتحت مشروع، المشروع ما بيكسبش بيخسر، اقفله. دايما اوقف الخسائر سريعا قبل ما تتفاقم وما تعرفش تلم الدنيا، وندور بقى على الفرصة البديلة اللي ممكن نعوض منها الخسائر. لكن ما تقعدش جنب الخسران وتقول هجيب فلوسي منه. هتعند، انت بتعند مع نفسك، ما بتعندش مع حد تاني، انت بتعند مع نفسك. ايقاف الخسائر ده مش في الاسهم بس، ده في اي حاجة في الدنيا. بنقف بنقفل الخسارة. على فكرة انا ما بزعلكوش والله، بس انا صوتي عالي وانفعلت شوية وخدني الحماس يعني فمعلش تحمست حبة زيادة. ايقاف الخسائر ده بنعمله في اي حاجة في حياتنا. اي حاجة بتخسر فيها بوقف خسائري، بدور على الفرصة البديلة، بشوف اعوض الخسارة ازاي من حاجة تانية. اللي بيخسر هيتاني بيخسر، انسى انك تعوض خسارتك. تاني حاجة الريبالانسنج بقى، او ان انا دايما كل فترة اوزن المحفظة. يعني ايه؟ كل مثلا 3-4 شهور 6 شهور بالكتير قوي لازم اقعد اوزن المحفظة تاني. يعني ايه؟ انا كنت شاري ب 40% اسهم، الاسهم طلعت والذهب نزل والسندات وقفت ومش عارف مين راح والعقار راح وجه والكلام ده كله. قعدت بعد 6 شهور لقيت مثلا قيمة الاسهم بقت 55%. ربنا رزقنا وكسبت. اوعى تقول لك ايه بقى، حلوة الاسهم بتكسب خليها 55، ده انا ممكن ازودها.
لا، تبيع اسهم بال15% وتعيد توزيعهم عشان ترجع اوزان المحفظه زي ما كانت. مش هي بتكسب زود، لا، بتعيد توازن المحفظه، بتحسبها. المثل مره قلت لهم في اللايف في التيك توك، والله لا اقوله لكم يلا دلوقتي. بقول لهم بقى ايه، وهتعرفوا الكلام ده لما ناخد الدوره الاقتصاديه اللي كنت شرحتها هناك، بس لسه هشرحها هنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان ايه، الاسهم ابتدت تنزل والذهب طالع، وشايفين ان الاسهم عملت قمه وخلاص قدامها مثلا سنه ولا بتاع وحش، فانت هتخرج من سوق الاسهم خالص ل 40%. بس انت عندك عارف بتحليل ما بالدوره الاقتصاديه لما درسناها وكده، ان الذهب لسه قدامه 6 شهور طلوع. هتعملوا ايه؟ كله قال لك ايه، انا هاخد ال 40% احطهم في الذهب. يعني انت كده رفعت محفظتك في الذهب من 20% ل 60%. ينفع الكلام ده؟ اوعى تقول ينفع، ما ينفعش. انت عايز تخرج من الاسهم خالص، هتاخد ال 40% بتاع الاسهم توزعهم على ال3 بنود التانيين اللي هم العقار والدخل الثابت والذهب، ماشي، او السلع. كفايه ان المحفظه بقت متقسمه على 3 حاجات مش 4، لكن مش هروح احط 60% منها في حاجه واحده عشان بتكسب. افرض انت اشتريت في الذهب من هنا، دخلت الصبح الرجل ابو ذو الشعر البرتقالي هفت في دماغه، قال لك الذهب طالع، بعولنا 1000 طن ذهب ولا نيله على دماغه، وقع لك سوق الذهب. هتعمل ايه؟ عشان كده احنا بنعمل اعاده توزيع دايما، ولازم نعمل توزيع مخاطر مظبوط وفي توازن، مش ارشق وخلاص. تالت حاجه، اعمل حسابك كده دخلك كل شهر طلع منه جزء تدخله تستثمر بيه، وكل شهر الجزء اللي بتطلعه ده دايما شغال في التوازن بتاع المحفظه، ان شاء الله 1000 جنيه. مع اللونج تيرم والمدى الطويل بتلاقي الكلام ده كمل لك فلوس وعمل موضوع كبير قوي. رابع نقطه ودي الجامده قوي بقى، الهيدج، التحوط. كله بقى سمع ايه، وقد مش عارف ايه استثمرت صناديق التحوط مش عارف كام، و2 مليار دولار و3 تريليون دولار و200 مليار دولار، وصناديق التحوط صناديق التحوط. احنا بقى مش عايزين صناديق التحوط، احنا بعون الله نتحوط لنفسينا. يعني ايه بقى تحوط؟ التحوط ده ان هو بيبقى معاك حاجه تشيل حاجه، دي تنزل التانية تطلع تلاقي نفسك مش خسران، دي تطلع دي تنزل تلاقي نفسك مش خسران. ايه الشقلبه دي؟ واجيب الكلام ده منين؟ انا هقولك. في الاقتصاد عاده الاسهم بتقع قبل الذهب والسلع، فالسلع لما تقع الذهب الاسهم لما تقع، ما هو انا عندي سلع شايله وذهب شايل، فده تحوط، ان انت شاري حاجه ما بتنزلش معاها، تنزل بعدها بفتره. بس التحوط الكبير قوي بقى، ومحتاج ترجع هنا للحلقه بتاعت المشتقات، الاوبشن والفيوتشر والحاجات دي، عقود الخيارات. بص بقى يا عم، عقود الخيارات دي انت ممكن تلعب لعب اوعى يا نار، والكلام اللي قالوا لك ده بفلوس وكلام غالي قوي، ده كلام ذهب والله. بقى اسمع بقى واحكم انت الكلام ده ذهب ولا مش ذهب. انا هقول لك على الزتونه في الاوبشن، تعمل هيدج لنفسك، لا تقول لي صندوق تحوط ولا عفريت تحوط. انت هتخش تشتري 1000 سهم مايكروسوفت، تمام؟ السهم مثلا ب 400 دولار، انت اشتريت كده ب 400,000 دولار اسهم. انا معايا الاسهم، يبقى لو عايز ابيعها هاخد اوبشن ايه؟ بوت، اللي هو بيع. ما هو بوت يعني يضع، فانا هحط الاسهم كل يعني اندهله هشتري اسهم. لا، انا هتفق مع واحد هعربنه ب$5 مثلا، على اساس انا هكسر النور واهد الاستوديو، ماشي، هنشتري اسهم كول اوبشن 1000 واحده ب$5 قصاد ال1000 سهم اللي عندي على سعر 405. ليه 405؟ عشان انا دافع في السهم 400 ودافع في الاوبشن 5، يبقى انا تكلفتي 405. اشتريت 1000 اوبشن بوت، ركز معايا، لا تروح تشتري كول تلاقي معاك 1000 وشربت 1000 كمان، تبقى ايه؟ زودت الخساره 2. بدل ما تهج
لا ده انت فتحت دماغك في الحيط وجبت دم. نركز مع بعض. اشتريت 1000 اوبشن بوت ب$5 على سعر 405. نفترض مدة التنفيذ، وبنشتري الامريكاني مش الاوروبي. وقلنا ليه الكلام ده في حلقة ايه الاوبشن، وقلنا الفرق بين الامريكي والاوروبي، وبنشتغل على الامريكي وبلاش الاوروبي. مش حبا في امريكا، بس الرزق هناك احسن. مش فاكر ليه؟ ارجع للحلقة هتلاقيني شارحها هناك. جبت ال1000 اوبشن وال1000 سهم وقعدنا 3 شهور. بعد شهرين لقيت السهم في السوق ب$500. تعمل ايه؟ هخش يا باشا طرقع ال1000 سهم اللي في السوق واقول له بتاع الاوبشن حلال عليك ال$5 مش منفذ. اوبح، كسبت $95. رزقت. حلوه حلوه. استبينا. السهم طلع، السهم نزل، هوب عدى ال3 شهور ولقيت السهم يا باشا ب$300. تعمل ايه؟ تعالى يا ده انت بتاع الاوبشن، انت مش قابض مني $5؟ اسهمك ايه يا باشا؟ اديني ال405 بتوعي، سلام عليكم. خرجت يا باشا انضف من الصيني بعد غسيله. خسرت 3 اشهر بس ما خسرتش جنيه. فلوسي في جيبي، ما خسرتش جنيه. انت عملت احلى هيدج لنفسك. واضحه بقى؟ السعر طلع بعت في السوق وما نفذتش، السعر نزل نفذت وخدت فلوسك. واحد يقول لي طب ما يمكن الراجل يجي يقول لي انا مش هنفذ. هقول له لا نصح يا ولد، الراجل مش هينفذ. ده الراجل قابض فلوس غصب عينه ينفذ، اجبارا من البورصه ينفذ. انت دافع فلوس، من حقك تنفذ ومن حقك ما تنفذش. هو خد العربون غصب عن عينه ونفذ. اللي دافع فلوس له كلمه يقول اه او لا، اللي خد فلوس ما يقدرش يقول لا. واضحه؟ الزتونه بقى الحلوه دي والزغلول اللي خدتوه ده اخد انا عليه بق قهوه ونبتدي في اللي بعده. انا دلوقتي بقى ايه هقول لك ازاي تكون المحفظه. احنا كده عرفنا ندور بخاطرنا بقى وايه الحاجات المهمه في اداره المخاطر، واديتك طريقه والله خطه، ولا خطه حرب اكتوبر. تخش على البورصه تطلع يا كسبان يا بفلوسك. ده الكلام ده والله يدفع فيه فلوس ومحد هيقوله لك اصلا. يعني انا عمال اديكوا في كلام كبير. عايزين بقى ننشر القناه، واحده لايك على واحده سبسكرايب على واحده كده بقى. اعملوا لي هيدج انا كمان، وصلوا الكلام ده لغيركم يستفيدوا. هقول لك بقى المحفظه انت بتكونها حسب شخصيتك. احنا قلنا اللي بيمشي جوه الحيطه ده هيروح يخش كله دخل ثابت في البنك او صناديق دخل ثابت وخلاص. فده سكته معروفه مالناش دعوه بيه. احنا بنتكلم عن الناس ايه اللي بتحب الشقلبه، بس الشقلبه درجات، كل واحد على قد ايه قلبه الميت. هننزل دلوقتي برضو هتشوفوا قدامكم هنا اول محفظه لو ريسك، محفظه قليله المخاطر، هنقول عليها ايه من عيله محافظه، دخل ثابت 40%. دي عشان ايه؟ ناس مش عايزه تخسر، راح حط 40% في الدخل الثابت، سواء صناديق او حطها بنفسه في سندات، في اذون خزانه، في شهادات بنك، ايا كان بقى. وحط 30% في العقار، امان هيطلع. وحط 20% ذهب، ما هو برضو لو طال الزمن طالع. وراح حاطط 10% اسهم لحسن من قعر الطبق. الراجل حط حبه قد كده في الاسهم. ده راجل زي ما قلنا ايه، عايز يمشي جنب الحيط. انا مش عايز مكسب كبير ومش عايز اخاطر، شخصيه وحقه. في واحد تاني محفظته ايه؟ نص. انا بقبل مخاطر نص. بنسميها محفظه متوازنه. ودي برضو قدامكم اهي. وقلنا اللي مش شايف كويس يخبط على الشاشه. هيحط ايه في الاسهم بقى؟ 40%. يلا بقى. ويحط في الدخل الثابت 30%. ويحط في الذهب 20%. وحط في العقار 10% بس، على اساس دايما العقار بيبقى اللونج تيرم بتاعه او المدى الطويل بتاعه ايه؟ عايز نفس طويل شويه يعني. والراجل ده برضه بيحب الشقلبه شويه. واحد بقى لا على حامي ولا على نار، وبيلعب بالنار وبيمسك العصايه وبيحط النار في بقه وبيتشقلب على الحبل وبيلعب في السيرك ولا فرقه معاه. دخل حط لك في الاسهم 60%، اديني، و20% ذهب، و10% بس في الدخل الثابت، و10% في العقار. بس المحصله بقى ان ال3 محافظ اللي شفناهم دول في الاخر لازم توزع المخاطر.
ما ينفعش تحط كله في حته واحده. انت بتوزع بس النسب حسب تحملك للخساره، مش حسب انت عايز تكسب قد ايه. يعني اللي حاطط في الاسهم 65% عارف ان لو السوق نزل ب 20 25% وطار ربع الفلوس اللي في الاسهم دي مش هتاثر عليه. مش راح خط 65% اسهم عشان السوق لما يطلع اكسب 40%. فكر في نص الكوبايه الفاضي الاول وشوف تقدر تستحمل ولا لا. كل الناس بتقول لك تفكر في نص الكوبايه المليان. في البورصه فكر في نص الكوبايه الفاضي، تعرف تستحمله فاضي ولا ما تقدرش. ما تقدرش ما تقربش منه، او تقرب منه بحته صغيره. تعال نشوف النتائج بتاعتهم بقى. نقول لك بقى ايه كده، ايه كل محفظه من دول ايه اللي هيحصل فيها. المحفظه الاولى، وهنزل لك برضو النتائج قدامك اهو. المحفظه الاولى اللي هي كانت ايه؟ مخاطرها قليله، مخاطر جنب الحيط. لو السوق نزل جامد هتلاقي المحفظه المتحفظه خسرانه كام؟ 2-3%. المحفظه المتوسطه هتخسر 7-8%. لكن المحفظه اللي مخاطرها عاليه ممكن توصل ل 15%. ليه؟ لانه راشق في الاسهم بقد كده. لو السوق نزل 40% اضرب الارقام دي في 2. يعني المحفظه العاليه المخاطر دي ممكن يبقى خسران 30% من فلوسه، مش 30% من فلوسه اللي في الاسهم، ده ممكن يبقى خسران في توتال المحفظه 30%. في حين المحفظه المتوازنه هتلاقيه خسران ايه؟ 14-15. اللي ماشي جنب الحيط يوم ما يخسر هيخسر 5% 4%. عشان كده القصه كلها تحتمل، انت تحتمل خساره قد ايه. احسبها دايما، انا اقدر اخسر قد ايه، مش انا عايز اكسب قد ايه. اتفقنا؟ خلاصة الليله بقى اللي عمالين نرغي فيها ونهري من الصبح دي، مش مهم انت بتجيب اسهم ايه، ولا بتجيب الشقه فين، ولا بتجيب الدخل الثابت سندات خزانه ولا شهادات بنوك. المهم انت توزع فلوسك وتدور مخاطرها ازاي. عشان كده بقول لك ايه، حتى لو دخلت في حاجه غلط لما توزع مخاطرك حاجه تانية هتشيلك. يعني المحفظه الصح، اداره المخاطر الصح، هم دول اللي هيخلوك تكسب في السوق. حتى لو الاسعار نزلت في حاجه وخسرت في بند ولا 2 الباقي هيشيلك. ما تستعجلش ابدا، اوعى تستعجل المكسب. دايما فكر في التحكم في الخسائر عشان تعرف تكسب. تحافظ على فلوسك تكسب. تخش بصدرك وتفتح صدرك وتقول انا جامد وتخش على السوق هتاخد لطشة برد ويجيلك بدر وتقعد تاكلها. اوعى تفتح صدرك على السوق. لو عجبتك الحلقة ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتفعل زرار الجرس وشير كمان الحلقة. وده برنامج اقتصاد على الريحة، ونشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، واتمنى ان نكون فدتكم ولو بمعلومة. الى اللقاء.